السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. النهاردة هنكمل سلسلة تأسيس الأطفال للمراحل الأولى في حياته اللي هي مرحلة الحضانة. المرة اللي فاتت خلصنا كل الحروف وكمان التمرينات اللي هنعملها لأبنائنا في البيت. أول حاجة لازم نعمل لهم مراجعة على اللي فات. أول حاجة نكتب كده من الألف لغاية الهمزة اللي على السطر، وتبدأي تعملي له الدوائر بتاعته علشان تبدأي تخليه يراجع كل الحروف معاك. ألف ب ت س ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف قاف كاف لام ميم نون ه واو ي لم ألف ت مربوطة همزة على السطر. تمام. وبعد كده بنعمل إملة من غير ترتيب، مش هنكتر. احنا قلنا من أول من 4 ل6 حروف كده، بس زودي بقى علشان احنا خلصنا خلاص 9 حروف كده. هو تعملي له املة من ايه من غير ترتيب. نبدأ بقى، تبدأي تقولي له يلا اكتب لوحدك. هيبدأ يكتب لوحده الألف زي ما أنا علمته. ألف، الب، ت، س، الجيم بيعمل شرطة كده ويعمل الكرش ونحط نقطة. جيم، ح اهي الكرش كده وبعدين من غير ولا نقطة. خ اهو، دال، زال وطلع طرف لسانه. الحروف اللثوية الث والذال، ولسه هناخده الظ. بعد الذال ر، زين، سين، شين، والصاد زي ما احنا قلنا بنعمل كده، شد خط كده وبعدين نعمل النص دايرة دي، يبقى دي صاد. تاني الضاد اختها بالظبط، ط، ظ، العين، غين، ف، دايرة كده وبننزل تحت اكتبها كده ف. قاف، الكاف قلنا بيعملها كده كاف صغيرة، والكاف اللي بتتكتب في أول الكلام أو في نص الكلام. لام، ميم، نون، ه اهو بيعمل شرطة ودايرة وبعدين يعملها ايه لفوق كده. ه، الواو، الياء ام نقطتين او اللي شبه البطة ي. لام ألف، ت مربوطة او بالمنظر ده اللي في اخر الكلمة. واخر حاجة الهمزة اللي على السطر، تبدأي تمليه املة من غير ترتيب. لو هو كتبها صح خلاص كملي بقى، هقولك هتعملي ايه دلوقتي. لو هو ما كتبهاش صح هتعيدي تاني الحرف اللي هو نساه. زي مثلا ابدأ يا حبيبي اكتب حرف مثلا الث، الدال، الره، اكتب مثلا الف، اكتب اللام، اكتب الكاف، اكتب الواو، اكتب الت مربوطة، اكتب الب. يبقى هو كده اتملى الامرة اللي غير من غير ترتيب. طب لو هو عملها صح خلاص كده تمام يا حبيبي، برافو عليك، واديله نجمة وتقوله ممتاز وكافئيه علشان هو عمل كل حاجة معاكي صح. تبدأي بقى تدخلي على ازاي يعرف يكتب كلمة، بس ما تزوديش عن الكلمة ديت من 3 حروف. نبدأ
هنكتب اول حاجة الالف. الالف هو هيكتبها كده، وبعدين تقولي له شد خط، طلع السين سنة وسنة وسنة، وبعد كده تكتب سنة الدال، يبقى دي اسمها أسد. ألف سين دال أسد. وتفصصها له فوق كده بقى، هتروحي تقولي له الألف بتتكتب كده يا حبيبي أهي، مش هيلزق فيها حرف السين، هنكتب السين كده أهو، والدال أهي، يبقى اسمها ألف سين دال. ونبدأ نكتب له الألف لوحدها، ألف سين دال. طب هو هيجي يسألك هي ليه السين يا ماما مش معمولة لها من تحت كده؟ هتقولي له بقى إن احنا لازم ناخد حاجة جديدة اسمها مواضع الحروف. ايه هي مواضع الحروف؟ الألف بتتكتب كده في أول الكلمة، فهمي كده، تقولي له الألف بتتكتب كده في أول الكلام، بتتكتب بالمنظر ده. طب في نص الكلمة بتتكتب ازاي؟ بتشد خط وتلزق فيها الألف، يبقى دي اسمها الألف في نص الكلام. الألف في آخر الكلام بنشد خط وبعدين نعمل كده زي اللي في نص الكلام بالظبط، أو بتتكتب كده ويبدأ ينزل باللي انت كتبتهوله ده، علشان يعرف ايه؟ ان خلاص كده ان عرف يكتب كلمة. ما تزودي، ما تكتبيش كلمة مثلا أرنب، دي حروفها كتير، لا احنا عايزين كلام يعرف هو يكتبه بسهولة. يبقى ألف سين دال أسد، وهو بيكتب يتم يقول ألف سين دال أسد، ألف سين دال أسد. ألف في أول الكلام، ألف في نص الكلام، ألف في آخر الكلام. طيب خلاص خلص كده، ما تنسيش التمرين دي كده أول مرة. تاني مرة هنكمل يعني الكلمة التانية، بس لازم نمرن الطفل إن هو لازم يعمل تمرينات كتير. ما تنسيش تقولي له اكتب السابق والتالي. التمرين ده مهم جدا، اكتب السابق والتالي. هتقول له مثلا اكتب لي ادي ده حرف الب، ايه اللي قبل حرف الب وايه اللي بعد حرف الب. اكتب لي مثلا حرف الحاء اهو، مكتوب حرف الحاء، اكتب ايه اللي قبليه وايه اللي بعديه. حرف السين، حرف العين، حرف الطاء، اله. ويبدأ هو يحل التمرين ده، ولازم تساعديه وبالراحة عليه، لان هو لسه بيتعلم حاجة حاجة عشان هو ما يكرهش التعليم. واحدة واحدة تقولي له ايه اللي قبل الب. في عيال بتتلخبط، مش خلاص، لا بالراحة نقول له ايه اللي قبل الب يا حبيبي. طب يلا قول كده الحروف، يقول ألف ب ت. شفت انت شاطر ازاي، عرفت تجيبها. يبقى اللي قبل الب ألف، ألف ب، يبقى ايه اللي بعديها ت. يبقى برافو عليك يا حبيبي، ممتاز كتبتها صح. طب يلا قبل الحاء، ها ايه اللي قبليها؟ هيروح يقول ايه؟ في اطفال ضعيفة مش عارفة، تقولي له يلا قولي الحروف كده من اولها مع بعض، انا وانت نقولها مع بعض. يروح يقول الف ب ت س ج ح خ. ها اقف بقى، ايه اللي قبل الحاء؟ هيروح يقول جيم. يبقى خلاص هيعرف ان الحرف الجيم قبل حرف الحاء، جيم ح خ. يكمل بقى الحروف دي لوحده، اعملها تمرين. يلا كمان هتعملي له التمرين ده، اكتب الحرف الناقص. اكتب الحرف الناقص اهو، ألف
والدال. ايه الحرف الناقص يا حبيبي؟ هتروحي تقول له، هو يقولك ألف سين دال أسد، يبقى الحرف اللي ناقص يا ماما هو حرف الايه؟ السين، وتلزقه في حرف الدال كده. يلا طب اكتب لي بقى مواضع حرف الألف. تمرين اهو، يلا يا حبيبي اكتبه. هيقول الألف في أول الكلام بالمنظر ده، الألف في نص الكلام كده، الألف في آخر الكلام، يا كده يا كده. انت بقى دورك ان تفهمي المعلومة دي بزيادة. ازاي؟ يعني مثلا حرف الألف زي ما انت خدتها اهو يا حبيبي في كلمة أسد. طب اللي في نص الكلام زي كلمة ايه؟ زي مثلا كلمة لا. طب الكلمة الأخيرة دي يا ماما بقى، الحروف الأخيرة دي بتتعامل ازاي؟ بتبقى شكلها ازاي؟ زي كلمة اهي. شفتي يا حبيبي الألف ازاي في آخر الكلام لازم تكون بتلزق في الحرف اللي قبليه. ها، طب ازاي بتبقى في آخر الكلام؟ اهي زي كلمة طب ايه يا ماما الحاجات الشرطة اللي انت عاملاها دي؟ الشرطة دي يا حبيبي هتعرفها انت كده، خليتيه يفكر ايه اللي ماما عملته فوق الكلمة، ايه الحاجة اللي هي عملتها دي اللي هنعملها ان شاء الله المرة اللي جاية. هنعرفه بقى الفتحة، ايه هي الفتحة. خلاص كده انا خلصت معاكم الفيديو بتاع النهاردة. فلو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله.